في عادات ناس كتير قوي بتعملها وفاكرين انهم كده بيحافظوا على اسنانهم، لكن الحقيقه ان الحاجات اللي بيعملوها دي هي السبب الرئيسي في التسوس. فتعالى اقول لك على 5 اخطاء شائعه تحت اسم انك بتنظف اسنانك. اول حاجه غسيل الاسنان بعنف. في ناس بتنظف اسنانها بعنف وبتضغط جامد على الفرشه عشان يحسوا فعلا انهم بينظفوا اسنانهم، لكن النتيجه ان المينا بتتاكل واللثه بتتجرح، والفراغات اللي بتتفتح ما بين الاسنان بتبقى حرفيا زي الجنه بالنسبه للبكتيريا. فالحل انك تستخدم فرشه ناعمه جدا، تستخدمها بلطف وبحركات دائريه، وده هيكون كافي قوي انك تنظف اسنانك. تاني حاجه معانا المضمضه بالخل والليمون. في ناس بتعتقد ان الخل والليمون بينظف الاسنان وبيبيضها طبيعي، لكن الاحماض دي بتهاجم المينا وبتخليها اضعف قصاد التسوس. فالحل انك تستبدلهم بمضمضه مخصصه للاسنان او تستبدلهم بميه. ثلاثه الافراط في استخدام غسول الفم الكحولي. غسول الفم فعلا بينظف الاسنان، لكن الانواع اللي فيها كحول دي بتسبب جفاف للفم، وزي ما قلنا في فيديوهات قبل كده ان بقك لما بيبقى جاف البكتيريا بتشتغل اكتر وبالتالي بتنتج احماض اكتر وبالتالي تسبب تسوس اسرع. فالحل انك تستخدم غسول يكون خالي من الكحول وتستخدمه باعتدال. وقبل ما ادخل على النقطه الرابعه ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، لان ده بيساعدني جدا في ان انا اكمل صناعه المحتوى. النقطه الرابعه معانا هي استخدام السلكات. ناس كتيره بتعتقد انهم كده بيشيلوا الاكل اللي بين الاسنان، لكن كده انت بتجرح اللثه وبتفتح فراغات ما بين الاسنان عشان يتجمع فيها بقايا الاكل وبتبدا منها البكتيريا. عشان كده الخيط الطبي هو البديل الامن والصحيح. خامس حاجه تبييض الاسنان بالوصفات الشعبيه. وصفات زي البيكنج صودا لوحدها او الفحم او الملح، ناس كتير بيعتقدوا انهم بينضفوا اسنانهم كده، لكن الحقيقه ان الوصفات دي بتجرح المينا وبالتالي بتخليها اضعف قصاد التسوس. فلو عايز تبيض اسنانك خليك في المنتجات المصرح بيها او روح عند الدكتور. في النهايه احب اقول لك ان مش كل اللي اسمه تنظيف بيبقى امن. الخمس حاجات اللي احنا قلناهم دول لو لسه بتعملهم اعرف ان انت كده بتضر اسنانك اكتر من انك بتنفعها. وعايزك تقول لي في الكومنتات ايه اكتر عاده من دول كنت تفكر انها بتنظف اسنانك لكن طلعت في الاخر كارثه. في النهايه ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وسلام.